أهلا بيكم. ده الجزء الثاني من حلقة إيصال الأمانة. لو حضرتك ما شفتش الحلقة كاملة ممكن تروح تشوفها وتيجي تكمل الجزء الثاني. كلمتك في آخر الحلقة على إن في 3 حالات بيكون الإيصال الأمانة ضعيف في الإثبات قدام المحكمة. أنا النهاردة جاي أقول لك على ال3 حالات دول. أول حالة وإن يكون إيصال الأمانة ضمان مش في واقع تسليم حقيقية، إن يكون الإيصال الأمانة ده اتحرر كضمان ولكن حضرتك ما استلمتش فلوس، ففي الحالة دي المحكمة بتحقق القضية وممكن بنسبة كبيرة تحكم لك بالبراءة. الحالة الثانية وإن يكون إيصال الأمانة البيانات اللي فيه غير صحيحة ومتناقضة مع نفسها، زي ما قلت لحضرتك إن إيصال الأمانة بيبقى عبارة عن 3 أطراف، ألف وب وجيم. ألف استلم الفلوس من ب علشان يسلمها لجيم، فحضرتك الأطراف دي بتكون بياناتها غير صحيحة أو الاسم غير صحيح، فهنا بيشكك في حقيقة الإيصال. الحالة الثالثة وهي الأكثر يعني ممكن تداولا، إن يكون في تعديل أو قشط، أو إن بيانات المبلغ اللي مكتوب في صدر الإيصال بتكون عكس بعض، زي ما يكون حضرتك تم تعديل بالشطب أو بإضافة أرقام أو بإضافة حروف. طبعا ده لما القضية بتتحال لأبحاث تزييف والتزوير الكلام ده بيتصدر ببساطة. كمان إن يكون المبلغ اللي مكتوب بالعربي غير اللي مكتوب بالأرقام، يعني بيكون في تناقض واضح بيشكك المحكمة في حقيقة الإيصال. عاوز تكمل باقي القصة اللي قلتها في الحلقة الأولى؟ والله أنا لقيت لما قريت القضية الآتي: لقيت إن المتهم بتاعي ده استلم الفلوس اللي مكتوبة في صدر الإيصال اللي هو مبلغ 200,000 جنيه علشان يسلمه لوالده. طبعا كان الموضوع بسيط، إن أنا أقدر أثبت قدام المحكمة إن المتهم بتاعي ده من بلدة، وإن الابن والأب مقيمين بنفس قرية، بل أكثر من ذلك إن هم مقيمين في نفس البيت. وطرحنا الموضوع وعملنا محضر إثبات حالة وسمعنا فيه شهود للواقعة بإن والله ما كانش فيه واقعة تسليم حقيقية. وكمان قدمنا مذكرة بالدفاع بتحتوي على كل أسباب البراءة لإيصال الأمانة. والمحكمة حالت الدعوة للتحقيق واستدعت المجني عليه بشخصه وسألته. المجني عليه في التحقيق بصراحة الراجل يعني ادانا بنسبة كبيرة البراءة واحنا واقفين في الجلسة، إن هو قال إن هو يعرف المتهم بتاعي ده بقاله فترة كبيرة، وإن المتهم